جيشا الجيش المصري الجيش المصري اقبل بيهدوا براكين بيسدوا اقبل بيهدوا براكين بيسدوا لا مجنزر ولا نص مجنزر ما دام اللغم بيتفجر هو لا مجنزر ولا نص مجنزر ما دام اللغم بيتفجر هو هم المصريين عزة وفخر ودين هم المصريين عزة وفخر ودين ولا جملة ولا كلمة زيادة تقول الجيش المصري يا السادة ولا جملة ولا كلمة زيادة تقول الجيش المصري يا سادة ولادة شهداء وأبطال يا عظيمة يا مصر يا ولادة بص يمينك بص شمالك تلقى الجيش المصري أمامك تلقى الجيش المصري أمامك. أعزائي المشاهدين مساء الخير، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة بنقدم فيها بكل فخر وحب تحية للوطن. ما وصل إليه جيشنا العظيم من كفاءة واستعداد قتالي واحترافية وجاهزية يبعث برسائل الثقة والطمأنينة على أن هذا الوطن سيظل خط أحمر لا يمكن مجرد التفكير في المساس بأمنه القومي. وفي إطار حرص القوات المسلحة على دعم علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، كان هناك النجم الساطع 2025. يحكى أن جيشا الجيش المصري الجيش المصري أسود الغاز قروش الماء نسور السماء وإلنا الجو وإلنا البر وإلنا البحر طلعن لك يا عدونا طلعن كلنا فخر عن التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بمشاركة 44 دولة 8000 جندي نتحدث مع ضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا دكتور محمد أنور الهمشري أستاذ الاستراتيجية وإدارة الأزمات. أهلا بحضرتك معانا. خلينا نتكلم في البداية عن التدريبات المشتركة ما بيننا وما بين الدول الصديقة والشقيقة. يا ريت حضرتك تكلمنا على هذه التدريبات وأهميتها. طبعا هو مصر من فضل الله بتتمتع بسمعة قوية جدا كجيش وطني بين كل جيوش العالم، فبالتالي دايما معظم الدول بتحرص حرص كبير جدا انها تشارك القوات المسلحة المصرية في التدريبات المشتركة.
في كل المناحي، يعني سواء قوات بريه او كل الاسلحه المشتركه عموما، او القوات البريه، او مع القوات البحريه، ومع القوات الجويه، ومع قوات الدفاع الجوي. ويمكن كل فرع رئيسي من افرع القوات المسلحه ليه تدريباته المشتركه الخاصه مع كثير من الدول، بالاضافه بقى زي مناوره كبيره او تدريبات مشتركه كبيره جدا زي النجم الساطع اللي احنا بصددها النهارده. فبالتالي هذا التدريب المشترك طبعا يعني بيميز مصر في حرص هذه الجيوش لهذه الدول انها تعمل معانا تدريبات مشتركه، طبعا لان طبعا في تاريخ كبير للجيش المصري، في عراقه، في خبرات قتاليه متعدده، في طبعا تنوع. ويمكن الميزه في الجيش المصري ان هو في عقيدته العسكريه هو خليط ما بين العقيده الشرقيه والغربيه، بالاضافه الى في الاساس العقيده القتاليه المصريه او العقيده العسكريه المصريه. طيب يعني دلاله تنظيم مثل هذا التدريب المشترك بحجم كبير كهذا، فنتكلم على الموضوع ده، ومش بس عسكريا ولكن من الناحية الإقليمية والدولية، ده بيعزز مكانتنا، بيقول إن لينا مكانة خاصة في المنطقة. بالظبط. تعرف حضرتك لو جينا استعرضنا الأول يعني هذا التدريب بالذات في مصر وبهذه يعني بهذا الحجم من الدول والقوات، لو جينا بصينا في الاول ايه انواع التدريبات المشتركه في مثلا بيبقى نوع من اللي هو الدول اللي هي عندها تحالفات سياسيه وامنيه وعسكريه، وبيبقى عندها هدف مشترك، فبالتالي الدول دي بتعمل يعني تدريبات مشتركه مع بعضها على طول عشان يبقى عندهم بيتدربوا على الهدف الواحد، وبيبقى في حمايه متبادله وهذا الكلام. في تدريب تاني اللي هو تدريب خاص ونوعي للقوات حفظ السلام مثلا، فمثلا لو في كذا دوله مشتركه في قوات حفظ السلام في دوله ما، فكل الدول دي بتتدرب على المهمه الواحده دي لحفظ السلام. اما التدريب اللي احنا بصدده ده يعني بيدل على عظمه مصر في ايه؟ ان لا تربطنا باي دوله من هذه الدول اللي هو تحالفات امنيه او سياسيه، وقد تربطنا ببعضها مصالح مشتركه. فبالتالي يعني كل الدول الحجم الكبير ده يعني 43 44 دوله بيجوا مصر علشان يتدربوا معاها بدون اساسا ما يكون في مصالح مشتركه ولا تحالفات امنيه. فهذا النوع بيبقى في تبادل خبرات كبيره جدا جدا، وبيبقى يعني بيبقى مفيد جدا لينا طبعا ولهذه الدول، ورسالة للعالم ورسالة كله، للعالم طبعا. يعني انه مصر لها ثقل كبير في المنطقة. بالظبط. وعلى فكرة يعني هي مناورات او مناورة النجم الساطع هي بدأت في اكتوبر سنة 80 بعد معاهدة السلام وكده بين مصر وامريكا بس. ولكن يعني هم الامريكان كانوا بيبصوا لها انها خلاص ماشي ننفذ، لكن فوجئوا ان هم في مكتسبات كبيرة جدا جدا بالنسبة لهم، وبدأ يبقى ليها سمعة طيبة جدا، وبدأت الدول من بعدها تسعى انها تشترك معانا في المناورات دي. احنا في النسخه 19 حاليا بفضل الله، اللي كانت من يوم 28 اغسطس ل 10 سبتمبر، ومن فضل الله كانت نجحت نجاح باهر. يعني لو شفت حضرتك تصريحات القياده الوسطى القياده المركزيه الامريكيه، وهم بيبقوا حريصين دايما ان هم يعني يشتركوا معانا. ليهم تصريحات نائب قائد الفرقه 42 المشاة الامريكيه، وهو بيقول ان هي دي المنصه بتاعتنا للتدريب في اللي هي مناورات النجم الساطع، اللي طبعا هم بيتدربوا فيها طبعا على التخطيط، بيتدربوا على العمليات المشتركه، بيتدربوا على كاهداف عامه يعني، بيتدربوا على مهام الانقاذ واداره الازمات والكوارث. طيب يعني في حاجة أكيد كمان بتميزنا، يعني احنا لما بنتكلم على هذا التدريب المشترك بنتكلم على تبادل خبرات، يعني ما هياش القصة بس ان احنا بنتعلم ونتدرب، ولكن لا، هو كمان احنا عندنا خبرات تراكمية، احنا خدنا حرب وانتصرنا. بالظبط. مش كل الدول يعني، حتى احنا في تدريبنا حتى لضباطنا ولقواتنا في عندنا نوع فريد من التدريب، ودي حقيقه انا مش بقول كده يعني كمجامله او كتعظيم، لا دي حقيقه فعلا واقعيه وبيشهد بيها العالم كله. يمكن حضرتك لما تيجي في المنشآت التعليميه عندنا وسواء وبرضه في التعليم اللي هو الجامعي العسكري وما بعد الجامعي اللي في الدراسات العليا، سواء في كليه القضاء واركان او الاكاديميه او في كليه الحرب العليا وكليه الدفاع الوطني، بيبقى التدريب تدريب واقعي
وبيبقى يعني عايز اقول لحضرتك ان كل دارس بيعيش وظيفة حقيقية بتنفذ كوظيفة قيادة على الأرض وعلى الخرائط. يمكن احنا الوحيدين برضو اللي احنا بندرس عمليات حقيقية بناء على زي ما حضرتك أشرتي على الخبرات القتالية بتاعتنا من الحروب السابقة، وبرضو للتخطيط للحروب المستقبلية للدفاع طبعا عن أمننا ضد أي معتدي. فبالتالي القوات او الدول الخارجيه او الدول اللي بتحب تشارك معانا هي معظم تدريبها بيبقى على قوات حفظ سلام او مهام انقاذ او ازمات وكوارث. فبيحرص ان هو يجي بقى يبعت، سواء كان بيتدرب عندي بيبعت مبعوثين او بيشترك معايا في تدريبات زي دي، بحيث ان هو يحصل على اكبر قدر ممكن من الخبره في هذا المجال. عايز اقول لحضرتك مثلا احنا الوحيدين اللي بيبقى كل دارس معاه كذا خريطه في المشروع الواحد. هناك لا طبعا، هو يعني بيعتبروا ان الموضوع ده يعني موضوع طبعا ده موضوع مكلف جدا بالنسبه لنا، ولكن هو بيثقل المهاره الدارس كقائد وكمستخدم للمعده وهكذا. ونشوف مع بعض هذا التقرير عن ختام فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع. ترسانة عسكرية متطورة وأنشطة تدريبية تعكس التميز والاحترافية في تنفيذ المهام. وختام يليق بسمعة تدريب هو الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط. المرحلة الختامية للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025، والمتمثلة في تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البحرية، حيث بدأت فعاليات المرحلة بعرض مفصل للأنشطة المنفذة والتي تضمنت الدفاع ضد التهديدات غير النمطية من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحي بالأعيرة المختلفة. كذلك تنفيذ ممارسة حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها، بالإضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطئ معادي من خلال عناصر الوحدات الخاصة بواسطة الإبرار البحري والإسقاط المظلي. وتنفيذ قصف جوي ضد الأهداف المخططة على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام. كما قامت عناصر القوات البرية بتنفيذ أعمال التأمين وصد الإبرار البحري المعادي.
بعض الأنشطة المستوى الراقي للقوات ومدى قدرتها على تنفيذ المهام بأساليب احترافية في أزمنة قياسية وبدقة عالية. وفي ختام المرحلة أشاد الفريق أحمد خليفة بالأداء المتميز للقوات المشاركة بالتدريب، مشيرا إلى أن ما تم مشاهدته من قدرات قتالية متطورة خلال فعاليات التدريب يأتي انعكاسا لحجم الجهود المبذولة والتنسيق المشترك لظهور التدريب بالمظهر المشرف وتحقيق الأهداف المرجوة منه. كما أعرب عن تطلعه بأن تشهد النسخ المقبلة من التدريب مشاركة المزيد من الدول لتعظيم الاستفادة من مختلف الثقافات العسكرية بما يدعم جهود العمل المشترك. كما أشاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية بما وصلت إليه القوات من مختلف الدول المشاركة من قدرة على العمل المشترك والتنسيق في تعاون كامل لتحقيق المهام التدريبية المخططة. عدد من الأنشطة التدريبية البحرية كانت في ختام فعاليات التدريب المشترك. الحقيقة يعني هي تدريبات بحرية، ولكن اللي احنا شفناه في التقرير يعني مشاركة طبعا كل الأفرع بالظبط. طبعا هو طبعا لأن هي جوية وبرية وبحرية. بالظبط. هو طبعا يعني سيادة الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة كان بيشهد المرحلة النهائية من المشروع، وطبعا دي دايما بتبقى دي المحصله او دي الثمره بتاعه المناوره، واللي هي طبعا الرمايه بالذخيره الحيه. احنا شفنا كل انواع الاسلحه دلوقتي بترمي. حضرتك في كميه المعدات اللي مشتركه المره دي كبيره جدا، اكتر من 250 قطعه بريه ما بين يعني معدات ودبابات ومركبات خفيفه ومركبات ثقيله. في عندنا 161 طائره، حجم كبير جدا جدا. في 13 قطعه بحريه يعني من المدمرات وهكذا. فبالتالي كل هذا العدد الكبير جدا من 14 دوله. طبعا حضرتك في دول كبيره، في عندنا يعني الولايات المتحده الامريكيه وايطاليا والهند واليونان وبريطانيا واليونان والاردن. يعني في كميه كبيره جدا، يعني عدد كبير جدا جدا من الدول مشتركه ودول جيوشها قويه. حضرتك شفت برضه رئيس اركان الجيش اليوناني وهو بيشيد بما وصلت اليه ان كل القوات دي بقى طبعا اتدربت على يعني بمختلف العقائد العسكريه. اتدربت في البدايه خالص على ازاي يوحدوا العمل ما بينهم، اللغه تبقى مشتركه، اللغه تبقى موحده، بحيث ان هم ينفذوا المهمه اللي احنا شايفينها. طبعا شفنا يعني الرمايه السطح سطح القوات البحريه على اهداف بحريه من مختلف الدول بقياده واحده. ودي طبعا تعتبر يعني حاجه تحسب لنا في مهام القياده والسيطره، او في التميز بتاعنا في القياده والسيطره. في الرمايات اللي هي بالقوات البريه، في القوات الجويه وهي بتؤمن الابرار اللي هو كان بيحصل، بتضرب اهداف على الساحل. فطبعا يعني دي يعني المظلات كمان، وطبعا في اللي هو الاسقاط المظلي، وفي الابرار البحري يعني بصراحه. وفي دلوقتي تفتيش السفن اللي هو يعني من مهام القوات البحريه. احنا على الشاشه بالظبط اللي هو التفتيش يعني بالزبط. يعني المهام كمان متعدده خلال جداً التدريب جداً الواحد جداً. كان هناك العديد من المهام. تم التدريب على مهام عديده جدا جدا يعني. يمكن ده ظاهر بقى في اللي هي في المرحله النهائيه اللي هي بتاعه طبعا دي الاول خالص بقى في بدايه المشروع. ما شفنا قائد العمليات اللي هو واقف بيوجه الارض وبيشرح الارض، طبيعه الارض في منطقه العمل اللي موجوده يعني. طبعا دي اللي هو الابرار اللي هو الجوي، بيبقى فيه اسقاط مظلي بحيث ان هو برضو بينفذ مهمه. القوات المظلات طبعا بتبقى من القوات اللي هي القوات الخاصه اللي هي بتستخدم استخدامات خاصه وقويه جدا خلف الخطوط. بيبقى طبعا دي بتقابل بعد كده القوات الرئيسيه وهي على الارض، بحيث انهم بيأدوا مهمه واحده. هي بقى مهام بقى بتاخد مهمه خلف الخطوط بحيث انها وهي القصه كمان انه يعني المهام المختلفه منها انه التهديدات غير نمطيه، يعني حتى طول الوقت بيبقى في افكار مختلفه وبيتم عرضها والتدريب عليها يعني. هي الميزه في مناوره النجم الساطع، ما اتحطت الفكره بتاعتها اساسا
يعني هم كان التدريب على كافة أنواع المهام، سواء مهام قتالية تقليدية أو مهام القضاء على الإرهاب، أو استخدام حتى المسيرات في القيادة والسيطرة، أو استخدام الطائرات المسيرة في ومجابهتها أيضا. التدريب برضو على الأمن تفتيش، السيبراني. يعني شوف حضرتك بس تفتيش سفينة مشتبه بيها دي برضو مثلا. دي من ضمن برضو دي مهام القوات البحرية، وبيبقى فيه تدريب مشترك فيها. زي ما حضرتك شفتي بيبقى بقى طبعا أساليب مختلفة جدا. بتؤمن السفينة، بيبقى في عليها زي إنزال من الطائرة اللي بتفتش عليها، بيتم حصارها وهكذا. يعني كل دي تدريبات أنواع مختلفة أو أنماط مختلفة من التدريبات القتالية أو العسكرية، بحيث أن يعني خلال الفترة البسيطة دي لكل قوات النجم الساطع والدول المشتركة أنها تتدرب على أكبر قدر من المهام، بحيث أنها تكتسب فيه خبرات. طيب، يعني خلونا نشوف تقرير آخر عن ختام الفعاليات، وهو خاص بمكافحة الإرهاب. تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية الرئيسية للتدريب المصري الأمريكي المشترك، النجم الساطع 2025، والمتمثلة في تنفيذ تدريب عملي للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها من كافة العناصر الإرهابية وتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها. حيث بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أركان حرب ياسر الخطيب قائد المنطقة الشمالية العسكرية، أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدقيقة لكافة مراحل التدريب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تبادل الخبرات بين القوات المشاركة، فضلا عن تعزيز أوجه العمل المشترك للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشتركة بالتدريب. وتضمنت الفعاليات تنفيذ قوات المظلات من الدول المشاركة في عمليات القفز المظلي. بالتزامن مع تغلب عناصر المهندسين العسكريين على العبوات الناسفة المرتجلة وتأمين طرق وخطوط الاقتحام، أعقبها قيام مجموعات القتال الرئيسية المدعومة بالقوات الخاصة من مختلف الدول وعناصر الشرطة المدنية المصرية باقتحام البؤرة الإرهابية لتطهيرها والسيطرة عليها. وبعد القضاء على البؤرة الإرهابية تم دفع عناصر التأمين الطبي والإداري والمعنوي لإعادة تشغيل المرافق وتوفير المناخ المناسب لعودة الحياة إلى طبيعتها. وعكست المرحلة المستوى المتميز لكافة العناصر المشاركة وقدرتهم على تخطيط وإدارة عمليات مشتركة بأحدث الأساليب الاحترافية. ونقل الفريق أحمد خليفة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات المشاركة بالتدريب. كما وجه الشكر للقوات المشاركة في تنفيذ النشاط التدريبي، وأثنى على الأداء الراقي في التنفيذ والتنسيق بين كافة العناصر المشاركة والقدرة على إدارة عمليات مشتركة بكفاءة واقتدار، وهو ما يدعو للاطمئنان إذ تطلب الأمر مستقبلا تنفيذ أي عمل جماعي
مشيرا إلى أن كافة الأنشطة المخططة بالتدريب تهدف إلى دعم ركائز الأمن والاستقرار، تأكيدا على حق كل دولة أن تبقى آمنة سالمة داخل حدودها. حضر فعاليات المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وقادة القوات المسلحة للدول المشاركة بالتدريب، وعدد من الملحقين العسكريين ودارسي الكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين. ولأن الإرهاب لا وطن له، فأكيد التدريب المشترك والتعاون المشترك ما بين الدول في غاية الأهمية طبعا. لأنه يعني كل حد ممكن يتعرض لعمليات إرهابية أو غيره، فبالتالي لما يبقى في تبادل الخبرات، وخصوصا احنا لنا خبرة في مكافحة الإرهاب. وطبعا العالم كله بيعاني خلال ال 30 سنة أو ال 40 سنة الأخيرة من ويلات الإرهاب وأعمال الجماعات الإرهابية الوظيفية اللي هي بتهدد أمن الدول من الداخل ومن الخارج. وطبعا يعني وكان احنا عندنا تجربة، ولكن يعني دايما ربنا سبحانه وتعالى بيدينا كمصر بيمنحنا من داخل الأزمة منحة، والمنحة اللي احنا ربنا أكرمنا بيها برضو ان احنا رقم واحد قضينا على الإرهاب، وبقى في خبرة قوية جدا يعني عندنا كقوات مسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية. ويمكن حاجة جميلة جدا برضو ان الشرطة المدنية تشترك في التدريبات. طبعا في التدريبات. فطبعا زي ما شفنا طبعا هو دي محاكاة لقرية فيها إرهابيين، وبيتم طبعا يعني بناء على الخبرات المكتسبة اللي احنا يعني بناء على الخبرات المكتسبة اللي قمنا بيها لمكافحة الإرهاب والحرب على الإرهاب بالظبط كده، للقضاء على الإرهاب. فبالتالي طبعا من بداية بقى الكشف عن اللي هي الألغام في الطرق، يعني الطرق الملغمة، واخد بال حضرتك، بنشوف طبعا بعد كده بتبقى العناصر اللي هي بتخش في الأول بتستطلع، بعد كده العناصر اللي هي بتبقى عاملة حصار، العناصر اللي بتعمل حصار للقرية اللي فيها الإرهابيين. بعد كده بتبدأ يبقى الاقتحام بالتدريج، بحيث ان هو يعني يبقى كل واحد مأمن ظهر، يعني في اسلوب معين للاقتحام كده، وتبدأ اقتحام المباني. طبعا الموضوع ده بيبقى ليه شقين يعني او ليه فايدتين، هي القتال في المدن، يعني بيفيد في القتال في المدن زي طبعا القضاء على الإرهاب. وبعد كده بتبدأ بقى لما يبدأ القضاء على الإرهابيين بيبدأ تأمين المباني، بتبدأ بعد كده عناصر اللي هي التأمين اللي هي الطبي، والتأمين اللي هو اللوجستي اللوجستيات تخش عشان اللي هي تأمين عودة الحياة بقى للمنطقة نفسها بالظبط كده. ويبدأ بقى يعني تأمين السكان المحليين اللي موجودين في القرية. بعد كده تبدأ الخدمات تنزل ليهم عشان تبدأ استعادة العمل واستعادة الحياة في القرية. طبعا كل دي مراحل بيتدرب عليها كل القوات المشتركة. العبوات الناسفة يمكن احنا برضه شايفين طبعا في الأول طبعا دلوقتي بالظبط. وغير طبعا كمان القفز بالمظلات طبعا يعني عشان التأمين من الخارج، عشان منع الإمدادات اللي هي ممكن تيجي لهم من الخارج. وطبعا بيبقى فيه الاقتحام زي ما حضرتك شايفة كده، وبيبقى الاقتحام كله مؤمن، كله بيأمن، يعني بيأمنوا بعض في الاقتحام. طبعا الشرطة المصرية مشتركة في زي ما حضرتك شايفة. بتبدأ طبعا الإنزال اهوت على المباني بحيث ان هو اقتحامها، وتبدأ المجموعات بقى بتأمن بعضها وتخش بحيث انها يعني تقتحم كل المبنى، تقتحم الغرف. وطبعا بيبقى يعني شايف حضرتك طبعا التدمير كده. طبعا بتبقى الموضوع ده طبعا في غاية الخطورة، لان بيكون في ممكن تبقى المباني ملغمة، ويمكن العبوات الناسفة كانت كتير جدا جدا في اثناء الخبرات اللي خدتها القوات بتاعتنا اثناء القضاء على الارهاب في سيناء، في العمليه الشامله 1 و2، خلاف العمليات النوعيه وعمليات الاقتحام والمداهمات. طبعا ده الهدف منه الارتقاء بمستوى الكفاءه في الاساسي بعد ده يعني ده احد المحاور الرئيسيه في التدريب، او احد المحاور الرئيسيه اللي موجوده في المناوره، بحيث ان هي نقدر يعني يبقى في خبرات مكتسبه
ويمكن برضه مصر زي ما قلت لحضرتك اكتسبت هذه الخبره الكبيره جدا مؤخرا. احنا جيش نظامي في الاساس، جيش نظامي قوي له خبراته القتاليه في الحروب التقليديه، ولكن طبعا يمكن احنا بقى في خبره كبيره جدا برضه في القضاء على الارهاب، بحيث برضه يبقى برضه الدول دي اكتسبت مننا خبرات كبيره جدا في هذا المجال يعني. في نقطة كمان خاصة بالتدريب المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة، خاص بالجاهزية، الجاهزية المستمرة لقواتنا المسلحة، ده شيء مفروغ منه. بالزبط. فعايزين نتكلم على النقطة دي لأنه ده بيكون واضح بشكل كبير في التدريبات المشتركة، ولكن خلونا نشوف مع بعض هذا التقرير. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025 في نسخته 19 على أرض مصر، من أكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط، بمشاركة 44 دولة، 14 دولة بصفة مشارك، بأكثر من 8000 مقاتل، و30 دولة بصفة مراقب. النجم الساطع 2025. استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الجولة التفقدية إلى شرح مفصل لكافة الإجراءات التي عكست الاستعداد والتخطيط الراقي لاستضافة هذا التدريب الضخم الذي يعد واحدا من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة على مستوى العالم. كما قام بالمرور على عدد من الأنشطة التدريبية التخصصية التمهيدية التي تسبق البدء الفعلي لأنشطة التدريب، معربا عن تقديره وترحيبه بالقوات المشاركة. وأثنى الفريق أحمد خليفة على أداء القائمين على التدريب، لتكون هذه النسخة من التدريب نسخة متميزة على كافة المستويات. كما أوصى بمضاعفة الجهود وتعظيم الاستفادة من كافة القدرات والإمكانيات لتحقيق الهدف المنشود من التدريب وظهوره بالمظهر المشرف، بما يتماشى مع مكانة القوات المسلحة المصرية التي تنال ثقة واحترام نظائرها على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة. النجم الساطع 2025. أكيد هي فرصة رائعة للاطمئنان طول الوقت على الجاهزية المستمرة لقواتنا المسلحة وكافة الأفراد. هو طبعا ده بيبقى شيء ملموس جدا من القوات اللي هي يعني جايه تعمل معانا تدريبات مشتركه. اكيد هو انا لو مش مستعد وعندي الجاهزيه ان انا اعمل هذه التدريبات بهذه المخرجات في هذا الوقت القصير جدا، ده بيدل على الجاهزيه المسبقه اللي عندي. الحجم الكبير، يعني وهذا الحجم مشاركة الكبير، كل هذه الدول و 8000 جندي مشارك. الجاهزية بتاعت قواتنا المسلحة هي بتنعكس أو انعكست صورتها في هذه التدريبات. لأن طبعا احنا بيبقى يعني قواتنا المسلحة يعني بتبقى على درجات متقدمة دايما من حالات الاستعداد القتالي، بحيث ان هي تبقى جاهزة في أي وقت وفي أي وقت في أقل زمن انها تبقى في أوضاع الاستعداد رقم 1 اللي هي جاهزة تطلق النيران فورا أو جاهزة تنفذ مهمتها فورا. فبالتالي دي بتنعكس في يعني دي اولا هي دي انعكاس للتدريبات اللي هي المسبقه، سواء على تدريبات الاستعداد القتالي او التدريبات التخصصيه، ونفس الوقت بتنعكس ايضا على التدريبات المشتركه، بحيث اما يبقى في تدريب مشترك الدول اللي هي بتبقى مشتركه معايا في هذا التدريب بتلحظ هذا الموضوع يعني ملاحظه قويه وسريعه. لان هو برضه ما تنسيش حضرتك ان ممكن تلاقي في بعض الدول اللي جايه تعمل معاكي تدريبات مشتركه، بالاضافه انها جايه تتعلم او بيبقى في خبرات متبادله، هو جاي يشوف مدى جاهزيتي شكلها ايه. يعني جاي يشوفني، هل انا فعلا قادر خلال فتره
ان انا انفذ مهمه ولا لا. واخد بال حضرتك؟ طب ايه الكفاءه، مدى الكفاءه والحرفيه اللي عندي. يعني معنى كده ان هناك العديد من الرسائل اللي بتخرج من هذا التدريب المشترك. اكيد. هنتكلم ده غير على كده هذه كمان الرسائل بالتفصيل. بالظبط. غير كده كمان هتلاقي مثلا حضرتك بقى اللي مهتمين بالشأن المصري، سواء يعني اي دولة يعني هي بتكن لمصر حاجة مش جيدة، يعني هتلاقيها طبعا قاعدة بتتابع مثل هذه المناورات عن كسب شديد جدا وعن قرب شديد وبالتفصيل عشان تعرف التفاصيل. فان شاء الله التفاصيل هتعجبهم قوي، لان طبعا احنا جاهزين يعني. نشوف مع بعض هذا التقرير. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025 من أكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط، بمشاركة 44 دولة بأكثر من 8000 مقاتل. النجم الساطع 2025. في إطار الحرص على دعم علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، بدأت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025 بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 مقاتل من 14 دولة، فضلا عن مشاركة 30 دولة أخرى بصفة مراقب، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية وممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحلف الناتو. وخلال مراسم الافتتاح ألقى اللواء أركان حرب شريف العريشي رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب، مشيرا إلى أهمية التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع كونه من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة التي تشهدها المنطقة، بما يعكس حجم الاستفادة وتعزيز روابط العلاقات العسكرية بين كافة الدول المشاركة بالتدريب. كما ألقى العميد باتريك كلير مدير التدريب من الجانب الأمريكي كلمة أعرب خلالها عن تقديره لكافة الجهود التي قامت بها القوات المسلحة المصرية لاستضافة هذا التدريب الضخم، مما يعكس حجم المجهودات المبذولة والإعداد والتخطيط الراقي الذي يجعل من التدريب فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والاطلاع على مختلف الثقافات العسكرية بين المشاركين في التدريب. تلا ذلك تفقد قادة الدول المشاركة معرضا للأسلحة والمعدات. تبادل الخبرات والثقافات أو التعرف على الثقافات العسكرية المختلفة ده شيء في غاية الأهمية وظاهر من خلال هذا التدريب المشترك. وطبعا هو يعني بالإضافة للحرص هذه الدول إنها تحرص على يعني انها تبقى في تدريب مشترك معانا، لان هو معظمهم او معظم الدول المشاركه ما بيبقاش عنده التنوع في الارض زي ما شفنا مثلا احنا دلوقتي ليه قاعده محمد نجيب. اختيار قاعده واخد بال حضرتك؟ هم ما فيش عندهم التنوع في التضاريس او في ميادين القتال المختلفه زي ما هي متنوعه في المسرح او المسرح اللي هو بيتدربوا فيه دلوقتي. قاعدة محمد نجيب فيها طبعا بحرية وبرية، وطبعا عندنا من فضل الله علينا السماء المؤمنة بتاعتنا في للتدريب برضه، فبالتالي في دول عندها المجال الجوي بتاعها ضيق لا يسمح بالتدريب، فبتبقى دي فرصة تيجي تتدرب عندنا. في دول ما بيبقاش عندها فرصة انها تعمل رمايات لقوات الدفاع الجوي بتيجي تتدرب عندنا، لان طبعا ما عندهاش اولا خبرة الرمايات زائد ان هي السماوات اللي هي او المجال الجوي المفتوح. في دول ما عندهاش انها تعرف تتدرب ازاي على الابرار البحري او الانزال البحري، فبيجي يتدرب عندي برضو عندي هذا التنوع في كمسرح عمليات. هذا التنوع بيبقى موجود في والله يعني وفي كل القواعد يعني، لكن هي طبعا بالتحديد قاعده محمد نجيب لان طبعا بيبقى فيه بينفع عشان الابرار في منطقه العميد
في القتال في الصحراء، في الاراضي الصحراويه. امريكا ما عندهاش الموضوع دي، بيجي يتدرب عندي على القتال في الاراضي الصحراويه. فيعني كل الحاجات دي بيبقى تنوع كبير جدا جدا بيجي يحرص منه. بالاضافه طبعا زي ما حضرتك شفتي كده، هم بيبقى في معارض للاسلحه المستخدمه، فبيبقى كل دوله بتتعرف على الاسلحه المستخدمه في الدوله الاخرى، بحيث يبقى يحصلوا اكبر قدر من المعلومات عن الاسلحه المختلفه الموجوده في العالم. ونشوف مع بعض هذا التقرير عن المشاركين في التدريب المشترك النجم الساطع 2025. Egypt is a very secure country at this time, and there is no issues with us doing interoperability training for the Bright Star mission. It is interoperability and the sharing of experiences across our countries to ensure that we share our lessons learned. We're looking forward to getting involved in Exercise Bright Star and all the different participating nations, including the Egyptians, who have been excellent hosts so far, and they've been really hospitable, and we're looking forward to working with them, training with them, cross-sharing information and knowledge so that us as soldiers develop and all the other participating nations develop. احنا الآن بتمرين النجم الساطع 2025 في الجمهورية العربية المصرية. نشكر الجمهورية العربية المصرية على حسن الاستقبال وعلى حسن الضيافة. سمعنا آرائهم، وبس نبدأ بأول جملة. احنا جينا هنا التدريبات المشتركة لأن مصر بلد آمنة. طبعا هو يعني ازاي هيبقى يعني الحمد لله من فضل الله طبعا ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين، وستظل مصر آمنة إلى يوم الدين بإذن الله، بحفظ الله سبحانه وتعالى طبعا، ثم بقوة يعني قيادتها وأبنائها. لأن طبعا يعني مصر ليها خاصية مختلفة عن دول العالم، ودايما بقول هذا الكلام مش عشان احنا مصريين وتحيز وكده، لا، ده هي دي حقيقة يعني واقعة، ويمكن دي مسببة للغير أو لغيرنا كتير يعني حاجات، يعني مش لأن بيلاقي عندنا اللي مش موجود عنده، سواء من أصالة والتاريخ والكلام ده يعني. لكن هو طبعا يعني المقاتل الامريكي ده والمقاتلين اللي هم من الدول الاوروبيه او من الدول العربيه، وهو بيتكلم على حاجتين رئيسيتين زي ما حضرتك اشرتي: الامان اللي موجود في مصر، تبادل الخبرات والاكتساب الخبرات من المصريين، زائد حسن الضيافه وحسن الاستقبال. ويمكن برضو الروح المصريه بتحبب الآخر في إنه دايما يبقى حابب إنه يشترك معايا، حابب إن هو يرتبط بيا، حابب إن هو وبيحس فيا إن أنا بتاع سلام. أنا كل ده أنا بتدرب، ما عنديش عدوانية، ما عنديش، أنا الهدف الرئيسي بتاعي إن أنا يبقى قوتي دي عشان أحافظ على السلام، مش قوتي للاعتداء. ويمكن ديت مش هلاقيها عند حد تاني. نشوف مع بعض يعني جزء آخر وتقرير عن المشاركين في الفعاليات، وبالتحديد بعد الختام. النجم الساطع 2025.
الهدف من تدريبنا اليوم على الرماية هو زيادة مهارة العسكري المشارك في هذا التمرين على أكثر من فعالية. This was a good opportunity for us to work together so that we are prepared in the coming days to start working on the upcoming STXs and the culminating exercise at the end of Bright Star. My job as the Chief of Staff is to make sure that the Egyptian and the United States military integrate, not just for our military exercises, but also to learn about each other's culture. I hope we can continue to build our relationships and have more exercises in the future. So on behalf of the United States Army, I do want to thank the Egyptian military for their hospitality. تدريبات النجم الساطع له يعني نقل القوات نقل النوعية في كل المجالات التخصصية. So Exercise Bright Star is the biggest or one of the largest events here in the region. It has over 40 participating nations, and it is a great opportunity for us from the British Armed Forces to take part in such a momentous and prestigious event. أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى جمهورية مصر العربية لإتاحة الفرصة لنا للمشاركة في تمرين نجم الساطع 2025. مستوى الاحترافية الذي تحظى فيه جمهورية مصر العربية والجيش المصري مستوى عالي. Exercise Bright Star is the largest multilateral joint exercise in the Middle East and North Africa region. So it gives us great opportunity to learn from all the participating nations and improve our own capabilities. I was able to bring a Role 2 field surgical capability to the field, an austere environment where we're able to provide care not only to the US, but to the Egyptians and our partner nations. تدريبات مشتركة بنتكلم فيها كمان على تهديدات حديثة، عدائيات مختلفة وجديدة، ولما يبقى في تبادل الخبرات أكيد بنوصل للمراحل بقى المتقدمة اللي هي ممكن دول كتيرة ما شافتش هذه التهديدات الحديثة. وطبعا أحدث التهديدات بيتم التدريب عليها دلوقتي. برضو الأمن السيبراني دخل في أحد المراحل المهمة جدا، وباستمرار الأمن السيبراني بيبقى مستمر طول مراحل المعركة أو العملية أو التدريب. عندنا طبعا استخدام المسيرات في دعم العمليات ومكافحة المسيرات أيضا بواسطة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية. كل دي طبعا حاجات من التكتيكات الحديثة اللي كانتش موجودة قبل كده وبدأت تستخدم بكثرة. يعني يمكن دلوقتي المسيرات دلوقتي بدأت، يعني أحد طائرات المسيرة أحد الأسلحة الرئيسية أو اللي بيعتمد عليها، لو بتعتمد عليها الدول، زي وشفنا في حرب روسيا واوكرانيا ازاي هي دمرت، يعني استخدمت في تدمير الكثير من المعدات والطائرات وهذا الكلام. بنشوف برضو استكمال الآراء بتاعه المتدربين من كافة الدول، يعني الولايات المتحدة الأمريكية ومن بريطانيا ومن إيطاليا ومن الهند ومن قطر. يعني شوفي حضرتك مجموعة من المقاتلين والضباط المشتركين كان ازاي هو تعبيراته الحقيقية اللي ما فيهاش مجاملات، بيتكلم ازاي ان هو استفاد فعلا من هذه التدريبات. وطبعا بيأكد برضو كل مرة بنأكد على ان هو اكتسب اللي هو ان هو انتمى الى الثقافة المصرية، انها مختلفة، ثقافة السلام اللي هي القائمة على العدل، اللي هي لأجل الحفاظ على السلام وليست العدوان. ونشوف مع بعض تقرير آخر عن المشاركين في ختام فعاليات التدريب المشترك.
I would say this training gives us a great opportunity to have a first-hand experience about the latest military tactics, the tactics in terms of the special forces, the way they operate across the globe. I mean, this exercise is hosting close to 43 countries over here, special forces of all the country. So yeah, it's a great opportunity for us. I feel delighted to be over here. It's an experience worth a lifetime. We're going to have 89 jumpers today out of 2 different aircrafts, one out of the India's aircraft and another one out of the US C-130. It's been a lot of fun. You get to learn a lot of different things from a lot of different countries that are here, and they're all going to have their flags up in the sky to represent their own country. The Egyptian military has been excellent in all their displays of capabilities. I think that the most impressive thing that I've seen personally is the dive ops yesterday and the jump today. I think that their ability to work together with other countries and perform their task is above reproach. Very honored to be working with you guys. Very hospitable. The jump was awesome. Landed as close as I could to the DZ as I could. The pyramids, absolutely beautiful. It has been an honor training with you guys. تنفيذ قفز حر مظلي في منطقة الأهرامات، أكيد وكالات الأنباء العالمية كلها وهي بتعرض اللقطة دي يعني ليها فايدة كبيرة جدا. ما حضرتك شفت بقى، أقول لك فخورين جدا باللقطة دي. يعني ده حلم عمري، أنا ما كنتش بحلم بحاجة زي كده. وطبعا دي يعني فعلا دي آرائهم اللي كانت موجودة. يعني هو حلمهم يجوا يشوفوا الأهرامات، لا ده كمان بقى في قفز كمان. والسباحة الجوية يعني هم يعني انا استغربت بقول السباحه الجويه، طب وانت ما بتتدرب على ايه في بلدك؟ ده عندنا قوات ما شاء الله، القوات الخاصه عندنا سواء كانت الصاعقه او المظلات حاجه عظيمه جدا جدا، قوات قويه قادره على تنفيذ العديد من المهام بكل كفاءه واقتدار. ويمكن كانت فرصه كويسه جدا جدا لينا ان احنا نظهر هذا للعالم من خلال هذه التدريبات المشتركه، ان القوات الخاصه المصريه قوات قويه جدا جدا قادره على تنفيذ جميع المهام. ويمكن هو بيقول انا السباحه الجويه، هو طبعا شاف المظليين القوات الخاصه قوات المظلات المصريه وهي يعني بتستعرض قوتها في الجو، في تسبح في الفضاء يعني. لكن اختيار المكان يعني اختيار طبعا اكثر من رائع. اختيار عبقري طبعا. هو طبعا مصر يعني ده حاجه من عجائب الدنيا السبع الباقيه يعني حتى الان. وطبعا هو حلم اي حد في الدنيا ان هو يجي يشوف الاهرامات. طب القفز بقى عند الاهرامات تبقى حاجه يعني. عشان كده يعني بنؤكد انه هذه التدريبات المشتركه مش بس بنتكلم فيها عن تدريبات عسكريه، ولكن بنتكلم فيها عن ثقل مصري وضع يعني في غايه الاهميه. بنشوف فيه حتى السياحه، بس يعني ابسط حاجه قدامنا في لقطه واحده. السياحه. وبعدين مصر وصلت فين للتنميه؟ انا بقول لحضرتك هذا الكلام لان انا بشوفه من اصدقاء من خارج مصر، اما بيجي مصر بينبهر. بيقول لي يعني في نقلات حضاريه كبيره جدا جدا موجوده، سواء كانت في المناطق السياحيه او في البنيه التحتيه او في المدن الجديده. فبالتالي هو دي بيبقى اعلان قوي جدا جدا عن قوه مصر. وقوة مصر في التنمية هي أحد يعني أقوى عناصر الردع الموجودة عندنا كمصريين. ومكانتها إقليميا ده شيء مفروغ منه. احنا لما يبقى كل الدول دي تيجي المنطقة هنا عالمية مش إقليمية كمان، يعني دولية يعني أما يجي يشوف مثلا حجم الأمن والتنمية والازدهار الحقيقي مش مجاملة على الارض. لان هو ممكن تلاقي حضرتك اللي جه منه مثلا المناوره اللي فاتت او اللي قبلها وبيجي المره دي بيحس بالفرق. زي ما بقول لحضرتك ليا يعني مثلا اصدقاء من خارج مصر بيجي يقول لي لا ده في فرق في كذا، في فرق في كذا، لا الدنيا هنا نفسي في بلدنا يبقى حاجه عندنا حاجه زي مثلا المدن الجديده عندنا زي العاصمه الاداريه وكده. فدي دي بتبقى حاجه، وان شاء الله المره الجايه بيقفزوا جنب العاصمه الاداريه. طيب التدريبات مرت بمراحل مختلفه، يا ريت نتكلم عن هذه المراحل.
طبعا هو اي تدريب في الدنيا لازم يمر بمراحل مختلفه عشان يوصل للمرحله النهائيه لمرحله الرمايه بالذخيره الحيه، زي ما شفنا السيد رئيس قناه الحرب وهو بيشاهد المرحله الاخيره. بيبقى الاول مرحله اللي هي طبعا بتبقى التدريب على الارض في الموقع، اللي هي بيسموها بقى المراحل اللي موجوده اللي هي الاس تي اكس، اللي هي تدرب في الموقع بحيث ان هو تدريب اللي هو الطقم والجماعه، الطقم والجماعه والسريه والكتيبه، بحيث ان هم يتدربوا على المهام، لكن بتبقى على زي طوابير بنقول عليه احنا طوابير التدريب التكتيكي. واخد بال حضرتك؟ بتبدا ياخد الخبرات برضو بالمحاكيات في الانظمه التخصصيه. بعد كده بينتقل الى مشروعات زي احنا بنقول عليها بقى مشروعات مراكز القياده، اللي هي بيدرب القاده والقيادات على ازاي يقودوا هذه العمليات، اللي هي المرحله الثانيه السي بي اكس، اللي هي الكوماند بوست، اللي هي بحيث ان هو تريننج، بحيث ان هو يدرب بقى القيادات على قياده هذه المرحله الاولى اللي هي التدريب اللي هو الطوابير او اللي هي التدريبات اللي هي التخصصيه. بعد كده بيبقى في المرحله الاف تي اكس اللي هي الفعليه، اللي هي بالفاير، اللي هي يعني بالذخيره الحيه. بتبقى طبعا ده بيتقال بيناظرها عندنا بقى طبعا في التدريب المشروعات التكتيكيه بجنود. بعد ما مروا بكل المراحل ديت بيبقى طبعا التدريب بقى بالذخيره الحيه، واتدرب على كل حاجه. اتدرب على الاداء المهمه بالجاف، ثم زي مش عارف شفتي الرمايات اللي هي الفرديه والجماعيه. بعد كده بيبقى التدريبات اللي هي مراكز القياده، ثم كل ده بيتجمع مع بعضه بقى في مشروع تكتيكي بجنود وبيبقى فيه رمايه بالذخيره الحيه، بحيث كل تخصص وكل فرع رئيسي والقوات البريه كلها بتبدا تنفذ الرمايات بالذخيره الحيه طبقا لما دربوا عليه. فبتبقى طبعا يعني لازم يبقى فيه تدرج في التدريب، وده مبدا مهم جدا من مبادئ التدريب اللي هو التدرج في التدريب. التدريبات كان ليها أشكال كثيرة ومحاور مختلفة، منها أنه كان في كمان ورش عمل، والورش العمل اللي اتقدمت أو اللي كانت موجودة في هذا التدريب المشترك كانت حوالين موضوعات مختلفة، منها مكافحة الإرهاب، الذكاء الاصطناعي، القانون الدولي، يعني مجموعة من الموضوعات كمان كان من المهم مناقشتها. هو طبعا الميزه في التدريب او بيبقى حاجه محاور مهمه جدا جدا في التدريب، احنا بندرب على العنصر الرئيسي او المهمه الرئيسيه بالاضافه للموضوعات المساعده اللي هي بتخدم على الموضوع. يعني مثلا اما اجي زي ما حضرتك اشرتي دلوقتي، اما اجي اتدرب على القضاء على الارهاب لازم اكون عارف يعني متدرب كمان او عندي خبره كافيه بالقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وحقوق واجبات الاسرى. واخد بال حضرتك؟ الحاجات دي كلها كمان الذكاء الاصطناعي دي حاجه. الحاجه الثانيه ازاي بقى استخدم الذكاء الاصطناعي في ان انا ابدا اللي هو تحليل البيانات، ازاي اعمل مخرجات في انظمه دعم القرار، يعني ازاي استخدم انظمه دعم القرار باستخدام الذكاء الصناعي عشان اقدر احصل منها على بدائل متعدده اختار منها القرار المناسب عشان اشتغل بيه. كل دي طبعا بتبقى يعني محاور مهمه جدا جدا في التدريب. ماذا عن التطهير الكيميائي؟ وطبعا ده مرحله من المراحل المهمه دايما في العمليات او في المشاريع لازم يبقى في مرحله بتنفذ اولا باستخدام اللي هي مهمات الوقايه من الحرب الكيميائيه، بالاضافه لاستخدام الوقايه لازم يبقى في مرحله اللي هي بيعمل زي تمثيل ان في وحده اتلوثت، واخد بال حضرتك، وبتبدا عمليات التطهير لهذه الوحده علشان تعيدها الى الكفاءه القتاليه بتاعتها. فطبعا دي لازم مرحله رئيسيه في كل انواع وكل اعمال القتال، سواء كان حتى التدريب اللي هو بيبقى في الموقع او التدريب مراكز القياده او التدريب في اللي هي في المشروعات التكتيكيه بجنود او الرمايه بالذخيره الحيه. لازم كل المراحل دي يمثل فيها التدريب الكيميائي، لان طبعا دي محاكاه حقيقيه. ممكن اي قوات سواء كانت في التمركز او في التدريب او في التنفيذ الفعلي
هتتعرض سواء الهجوم الكيماوي او للضربه النوويه، بحيث ازاي هو يقدر الاول المقاتل يقي نفسه من اسلحه التدمير الشامل، ازاي يطهر نفسه ويطهر المعده بتاعته، ازاي نطهر وحده، ازاي طبعا نتعامل في اثناء اللي هي الضربات اللي هي الكيماويه او النوويه. احنا دعاة سلام طبعا. فالاهتمام بالقوة، الاهتمام بالجاهزية ورفع الكفاءة المستمرة، احنا بنقول للعالم كله ان احنا دعاة سلام، ولازم ان احنا نهتم بالقوة من اجل الحفاظ على السلام. لولا وجود القوة ما كان هناك سلام. يعني انا دلوقتي انا كمصر، يعني كجمهورية مصر العربية، هي الآن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل قيادتها وولادها وشعبها العظيم، هي محققة الآن بفضل الله السلام لنفسها وتأمين نفسها بسبب القوة. يعني عندي الكتلة الحيوية قوية في الدولة، الشعب قوي، القوات المسلحة قوية، القيادة السياسية قوية ومتزنة، فبالتالي كل دي عناصر ردع قوية جدا جدا اللي بيها يعني تبقى اي حد يفكر او تسول له نفسه ان هو يعتدي. حضرتك شوفي يعني الاحداث الاخيره، يعني بيجي مثلا يبقى يعني مش هذكر اسماء او دول، دوله احلامها كذا، لا انا هعمل تهجير كذا، بيجي لغايه مصر وبيتغير القرار، بيجي لغايه مصر لا يعني بيبقى في تراجع. ليه؟ ما فيش، في من فضل الله في قوه، ولولا القوه ما كانش في سلام، والدولة الضعيفة لن تستطيع أن تحصل على السلام، لأن هي واقع الحياة أن هو كل دولة بتسعى أنها تتوسع على حساب جارتها. هذا مصر طبعا، أن مصر عمرها لا تآمرت ولا كان في هدفها أنها تتآمر مع حد ضد حد أو أنها تستولي على مقدرات أي شعب آخر. التدريب المشترك جاء بعد توقيع اتفاقية السلام. فاصل ونرجع نكمل كلام. جندي مقاتل بدوس في المخاطر واموت لاجل بلدي، نعيش يا فندم. اللي عادينا نطلب ايدينا، دي بلدي وارضي يا فندم. نسود في الارض، نسور في السماء، نضحي عشانك يا ارضي وبلادي. وحوش في البحر اللي قرب مننا، ونهار هيجعلني يفكر يا عادي. نسود في الارض، نسور في السماء، نضحي عشانك يا ارضي وبلادي. وحوش في البحر اللي قرب مننا، ونهار هيجعلني يفكر يا عادي. جندي مقاتل بدوس في المخاطر واموت لاجل بلدي، نعيش يا فندم. اللي عادينا نطلب ايدينا، دي بلدي وارضي يا فندم. انا عشق مصري ولاجلها هد الجبال، واللي حبة رمل فيها كان باسم حد فينا، وبعون الله اي شعب عدنا، بكل نقطة دم فينا تبقى محروسة بايدينا. انا عشق مصري ولاجلها هد الجبال، واللي حبة رمل فيها كان باسم حد فينا، وبعون الله اي شعب عدنا، بكل نقطة دم فينا تبقى محروسة بايدينا، وبكل نقطة دم فينا تبقى محروسة بايدينا. جندي مقاتل بدوس في المخاطر واموت لاجل بلدي، نعيش يا فندم. اللي عادينا نطلب ايدينا، دي بلدي وارضي يا فندم. جندي مقاتل بدوس في المخاطر واموت لاجل بلدي، نعيش يا فندم. اللي عادينا نطلب ايدينا، دي بلدي وارضي يا فندم. جندي مقاتل بدوس في المخاطر واموت لاجل بلدي، نعيش يا فندم. اللي عادينا
وحدي. سيادة الرئيس كررها أكتر من مرة. نحن جيش يحمي ولا يعتدي، وفي ظل أمور وحدود ملتهبة من كل ناحية ومن كل جانب، نحن جيش يحمي ولا يعتدي. طول عمرنا، يعني طول عمر الجيش المصري من أيام ما مصر كانت يعني، وإن شاء الله ستكون أكبر مملكة، وهي أكبر مملكة عادلة في التاريخ، أول مملكة عادلة في التاريخ. لم تكن مصر أبدا، أو لم يكن في هدف مصر أنها تعتدي على موارد الغير أو تتآمر مع أي دولة تانية علشان يعتدوا على دولة أخرى، أو إنها تكون دولة وظيفية تستخدم كأداة لتدمير دولة أخرى. مصر دولة مستقلة في قرارها، نظيفة في سياستها الخارجية، نظيفة في تعاملاتها العسكرية. وإن كان زي ما حضرتك قلتي، يعني احنا لأول مرة في تاريخنا يعني جميع الاتجاهات الاستراتيجية مهددة في وقت واحد. وتقف مصر لأول مرة في تاريخها أيضا بدون حليف. ولكن عناية الله سبحانه وتعالى، وعي، ويعني وعي، وحطي تحت وعي واتزان القيادة السياسية ورؤيتها الشاملة بالمشاكل الحقيقية لمصر ومعالجتها. التنمية أكبر رادع. القوات المسلحة القوية اللي اتبنت خلال الفترة الماضية، ال10 سنين الأخيرة، ودي يعني مش مجاملة لحد، لأ دي فعلا يعني ولأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. ويمكن أنا كمان ما بحبسش كلمة الصراع لأنها بتكرم الكيان الصهيوني، لكن هو لأول مرة في تاريخ المنطقة مصر تكون أقوى من الكيان الصهيوني، لأنه كان القوى الكبرى والدول العظمى في سابقا بتحرص أن تكون إسرائيل متفوقة عن جميع دول الطوق مجتمعة. ولكن طبعا يعني هذا الميزان اختلف وبقى لتنوع مصادر التسليح، بسبب تنوع مصادر السلاح، التدريب القوي. ويمكن ثمرة النجم الساطع 2025 كانت الدليل الكبير جدا جدا ان العالم كله شاف قدرات وقوة القوات المسلحة المصرية. والهدف الرئيسي والأساسي هو الحفاظ على الأمن القومي لبلدنا. هو ده هدف القوات المسلحة. احنا ندافع ولا نعتدي. مصر تدافع ولا تعتدي، ولكن طبعا يعني بالمرصاد لكل من تسول له نفسه. 108 مقاتل في مصر، مش جيش مصر بس يزحم السلاح، 108 مقاتل في مصر. رسالة أخيرة وإحنا بنختم الحلقة النهاردة. يعني أنا شخصيا ويعني بتوجه بكل التهنئة للجيش المصري العظيم، السيد القائد الأعلى والسيد القائد العام وزير الدفاع والسيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وجميع السادة القادة بصراحة، وكل القوات المسلحة المصرية الباسلة على نجاح هذه التدريبات العظيمة اللي هم أعلنوا فيها أن مصر قوية وقادرة بأعلى درجات الجاهزية. كان معانا أستاذ دكتور محمد إلهام شري، أستاذ الاستراتيجية وإدارة الأزمات. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. أعزائي المشاهدين، بشكركم في النهاية، وإلى اللقاء وحلقة جديدة بنقدم فيها بكل فخر وحب تحية للوطن. بتمنى أنكم تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، قناتنا على اليوتيوب أو صفحتنا على الفيسبوك. شكرا وإلى اللقاء.